ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ كويسين. احنا النهارده كلهم عاملين بيسألوا عليك. اكل جميل. مين اللي عمل الاكل ده؟ انا وماما. انا عامله سلطتين دول بس. عامله السلطات دي؟ أيوة. هي بارسي عامله السلطه دي. الاطباق الصغيره دي. الاول مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا هي بنعتذر ان نرمين ما عملتش فيديوهات امبارح لان هي تعبت تاني فعلا. هي موجوده معانا ايه، بس هي ما زالت طبعا تعبانه ان هي عامله حشو عصب في دروسها تقريبا، فهي ما زالت يعني تعبانه. فهي هتمسي عليكم واحنا هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا. يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا على سؤالكم عليا، بجد انا ما استاهلش محبتكم الغاليه. طبعا موضوعنا النهارده الاول نرمين عملت لنا النهارده سمك. تسلم ايدك يا شيف نرمين. موضوعنا النهارده عن التجارب، يعني كل واحد. برس ساعدتني لما لقيتني تعبانه، قالت لي يا ماما انا هساعدك، انا كبرت، فقعدت تعمل معايا شاطره يا برس، السلطه برافو عليك. عملت سلطتين دول. وحطت كمان معايا الاكل، وكمان بافلي ساعد ماما، وقعد يحط معايا الاكل وكل شويه يقول لي يا ماما انت لسه تعبانه، اجيب لك العلاج بتاعك تاخديه، واجيب لك ميه. ولما بيلاقيني تعبانه ومش مستحمله يكلم سامح يقول له الحق يا ماما يا بابا ماما تعبانه. يعني انا خضني كذا مره النهارده، مع ان انا كنت مسافر وخضني كذا مره. فهو المشكله ان انا ضرسي التهب، انا لسه ما قفلتوش، فالتهب وعمل لي ورم، فنشكر ربنا. وكمان موضوعنا النهارده عن التجارب اللي بتحصل معانا. سامح هيكلمنا كده في كام نقطة هنستفاد منهم وهنتقبلهم من ربنا في أي حاجة نقع فيها، أي مشكلة، أي تجربة صحية، أي حاجة نشكر ربنا عليها. وسامح هيكلمنا في كام نقطة كده. طبعا يا جماعة كلنا بنمر بتجارب، مفيش حد فينا ما بيمرش بأي تجربة، سواء بقى تجربة حلوة سواء تجربة وحشة. الفكرة في ان التجربة اللي انت بتمر بيها دي مش معناها ان ربنا مش بيحبنا، لا، ربنا بالعكس لما بيعديك من تجربة او بيمررك من تجربة او بيخليك تمر بتجربة، ربنا بيحبك وعايزك تقرب ليه. يعني انت ممكن تكون ماشي في سكة مش حلوة، رغم التجربة اللي بتجيلك دي لا بتقربك من ربنا. وكمان حاجة تانية مهمة قوي، التجربة دي بتخليك تحس بغيرك اللي هي جات له نفس التجربة. يعني انت ممكن تكون واحد جات له نفس التجربة تقول عادي يا عم مش مشكلة، عادي كلنا بنحصل معانا كده. لكن لما تجرب نفس التجربة بتحس احساس مختلف تماما، وربنا بيديك القوة. يعني التجربة دي بتمر عليك، لكن افتكر ان دايما اي تجربة سواء حلوة ولا وحشة ربنا بيقربك منه، وربنا بينقيك، يعني بيخليك احسن. ولا ايه رايك يا نرمين؟ صح طبعا. وكمان ربنا ممكن يكون بيبعت لنا الحاجة دي عشان يحسسنا بالنعمة اللي الواحد كان فيها. يعني اي طبعا. حاجة ممكن نتحرم ربنا منها عليه. ايوه. نعرف ان هي كانت نعمة، أيوة. واحنا كنا المفروض نشكر ربنا عليها. يعني كل حاجة في حياتنا هو ربنا بعتها لنا نعمة نستخدمها ونشكر ربنا عليها، اسكان تعب او اي حاجة. يعني الواحد لما بيتحط، انا لما جربت تعب السنان قلت يا رب، يعني انا حاجة قليلة كده والواحد مش قادر يستحملها. ربنا فعلا بيقوي الواحد او بيدي الواحد التجربة عشان يتعلم الشكر. ربنا يشفي كل مريض وما يجيبش لحد اي حاجة وحشة، ويطبطب على اي حد تعبان، ويطبطب على اي حد على شيلته التقيلة. ونشكر ربنا على اي حاجة هو يديها لنا او يشيلها مننا، نشكر ربنا برضو عليها. دايما تشكر ربنا في كل التجارب سواء حلوة او وحشة. ربنا بيحبنا كلنا، ربنا عايز يقربنا منه. اي تجربة بقى سواء صعبة عليك ومش قادر تحملها، لا ربنا مديها لك وعارف ان انت قدها. يعني شوف ايوب شاف التجربة قد ايه وتعب وقسي قد ايه، لكن ربنا عارف ومتأكد ان هو هيستحمل التجربة دي رغم كمية الآلام اللي هو تحملها ومن اقرب الناس ليه. وكمان كان شاكر ربنا على كل اي تجربة ربنا بعتها له. وكمان يوسف كان حبيبها وكان شاكرها من ربنا، عشان عارف ان ربنا مهما ما يبعت تجارب هو بيسند ويطبطب على اللي بيبعته. وكمان يوسف بتجربته اخواته باعوه، اتبهدل، مرات فوتيفار ادانته، يعني حاجات كتير، اتسجن، لكن النهايه سعيده. فخلي كل تجربه قدام ربنا ان هي نهايتها هتبقى سعيده، وما تضايقش نفسك، وبالعكس حاول
حط التجربه قدام ربنا. وكمان خدوها بشكر، يعني استقبلوها بشكر، مش بتذمر عليها او انكم انتوا تزعلوا من ربنا او ان تقولوا يا رب لا انا زعلان منك انا ما كنتش استاهل كده. بالعكس ربنا بيحب كل الناس وبيبعت التجارب وبيسند ويطبطب بيها. طبعا بنشكركم بجد، انتوا ناس متفاعلين معانا جدا. بنطلب منكم شيروا الفيديوهات، ده طلب مننا ليكم، وشجعونا. وما تنسوش تشتركوا على قناه اليوتيوب، ولو اول مره تشوفونا دوسوا لايك، اعملوا شير، اعملوا متابعه للقناه وقناه اليوتيوب. وكمان اتعلموا كده في صلاتكم على طول اذكروا المرضى، اشفي يا رب كل مريض. يعني انا حبيت النهارده برسينيا قعدت تصلي لما لقيتني تعبانه وبتقول يا بابا يسوع اشفي بابا واشفي ماما واشفي كل الناس واشفي كل مريض. فبقول لها مش انت يا برسينيا بتقولي ماما تعبانه ليه بتقولي كل الناس؟ قالت لي عشان بابا يسوع علمنا كده، علمنا ان احنا نحب كل الناس، لازم نصلي لكل الناس برضو، يعني زي ما بنحب كل الناس لازم نصلي لكل الناس. فالصلاة اذكروا في صلاتكم كده كل الناس وكل المرضى، ربنا يجعل قلبكم مليان محبة وبركة وسلام. ربنا يفرح قلوبكم وربنا يسعدكم دايما. وكمان انا اللي عاملة السمك النهاردة ده، انا كنت عاملة قبل كده الخلطة ومنزلاها على الصفحة، لو حابين هبقى انزل لكم اللينك بتاعت الوصفة، وازاي كمان تشتروا السمك الصابح الطازة برضو، كنت مصورة فيديو عن الكلام ده. يلا نعمل باي بقى. يلا يا برسي، يلا نعمل باي. باي. سلام. سلام.